من جديد في الجامعات المصرية، وفي ملف احنا تميزنا فيه، ملف جامعة دمنهور. طبعا احنا كده بقالنا سنة مع رئاسة الجامعة الجديدة بشكل رسمي، ولكن حوالي 3 سنين بشكل غير رسمي. ليه؟ لأن رئيس الجامعة الحالي هو أيضا من كان يدير هذه الجامعة في عهد الكحول، وبناء على تعليمات وتوجيهات أحد أفراد جهة رقابية ما. تمام كده؟ يعني احنا بنتكلم عن حد مش لسه جاي يكتشف، مش حد من خارج الجامعة بشكل عام، ولا حد خارج إدارة هذه الجامعة، بل من كان يدير هذه الجامعة، يعني عارف كل حاجة. يعني مش لسه هيجي يتعلم في الناس، مش لسه هيجي يختبر أو يختبر، لا ده حد عارف. بالإضافة لحاجة تانية، إن من المفترض أي حد بيتقدم لهذه الوظيفة ولهذا المنصب هو لديه خطة، لديه خطة، وخطة معمولة بحرفية وبدقة وبجدول زمني. أين هذه الخطة؟ إلى الآن لم تعلن على موقع الجامعة، ودي علامة استفهام كبيرة يعني. طيب، الحاجة التانية، تعالوا بقى نقيم هذا الأداء. أهو سنة رسمي وسنتين غير رسمي. طيب، تعالوا نبدأ بملفات: ملف النواب، ملف العمادة، ملف التعاقدات وما أدراك ما التعاقدات، وملف بعض الكليات. طيب، نبدأ مثلا بالأستاذ الدكتور ماجد، اللي هو نائب رئيس جامعة لشؤون التعليم والطلاب. الدكتور ماجد طبعا راجل جاي من كلية الآداب، وعارف طبعا يعني كل حاجة في كلية الآداب، وهنيجي دلوقتي كلية الآداب لأن كلية الآداب لها معانا وقفة كبيرة قوي النهارده. طيب، ملف تم اختباره فيه، وللأسف راسب في الاختبار. ملف المدرسين الاثنين بتوع كلية التمريض اللي قاموا بتزوير محرر رسمي يفيد بأنهم كانوا مرضى، يعني ناس بتتمارض. باختصار كده، موضوع التمريض ده احنا مضطرين ان احنا نوديه طبعا للنيابة العامة والهيئة الرقابة الإدارية بالقاهرة طبعا. الملف ده يتلخص في الآتي: 2 مدرسين في كلية التمريض في هذه الجامعة انقطعوا، سابوا الجامعة. اكيد راحوا اشتغلوا في مكان تاني، ولو دورت الجامعه هتلاقي، زي ما دورت على التزوير ووجدت التزوير تقدر تلاقي. ولو عايزين نساعدكم نقدر نساعدكم ونقول لكم ونشاور لكم فين بالظبط. وغابوا تقريبا ترمين او 3 انقطاع تام بدون اجازات بدون اي شيء. ولما فشلوا في اللي كانوا فيه رجعوا بقى تاني بقى زي ما بيقولوا كده، في مثل يقول لك اصل فلان ده الحيطه الواطيه. فرجعوا طبعا للمكان اللي يتقبلهم وخلاص، ونرجع بقى لاصلنا طيب، هل ما تم يمكن ان يمر مرور الكرام؟ ناس انقطعت، تمرضوا، ادعوا المرض، عملوا طبعا، وانت عارف التامين الصحي وما ادراك ما التامين الصحي، طبعا ده ملف اتكلمنا فيه كتير طبعا، وملف غائر جابوا شهادات مرضيه، عدت اول مره، تاني مره جابوا بقى بعض الشهادات. الجامعه رجعت هيئه التامين الصحي اللي اصدرت هذا المحرر. التامين الصحي قال له لا، انا ما عنديش اصل لهذا الجواب ده مش طالع من عندي. احنا بنتكلم في تزوير محرر رسمي. هنا عندنا جريمتين وقعا من هاتين المدرستين. اول حاجه الانقطاع وفق قانون الخدمه المدنيه، فصل من الخدمه تماما. تمام كده، وده ما فيهوش هزار ولا في رجعه ولا في حتى قضيه وحد يكسبها، ده فصل وانتهى الموضوع. تمام كده. الجريمه الثانيه وهي تزوير محرر رسمي، ودي شق جنائي. اذا كان الاول قانون خدمه مدنيه شق اداري، الشق الجنائي في التزوير. ناس زورت محرر رسمي نيابه عامه. وعلى فكره هذه القضيه من القضايا التي لا يجوز فيها التصالح، لا يجوز فيها التصالح، لان في حاجه اسمها حق المجتمع، زي جريمه السرقه، جريمه التزوير، وفي بعض الجرائم كده معروف ان هي ما فيهاش تصالح، فيها حبس وجوبي. تمام. ماذا فعل ماجد شعلة؟ ولا حاجه، عملها قعده عرفيه، قعده عرب، معلش حصل خير، يلا مكنوهم من عملهم. ليه؟ هم داسوا على رجل حد مثلا وقالوا له احنا اسفين؟ يا فندم، ده انقطعوا عن العمل. الغريبه في الامر ان انت هتلاقي حد يقول لك ما هو خدوا جزاء. ايه الجزاء اللي خدوه؟ خدوا لوم. يا بلاش، واحنا قلنا الكلام ده كتير، يا بلاش. النهارده بقى وجالي، وممكن اوريكم رسائل كتير، اتصالات كتير،
طب ما احنا ممكن نعمل كده، وانا اروح اشتغل في دولة عربية، ولا اروح اشتغل في جامعة خاصة، ولا اروح اشتغل في شركة خاصة واجيب شهادات واضرب شهادات، ولو اتكشفت اخد لو واشوف حياتي بقى وابني مستقبلي. ده لسان حال اعضاء هيئة التدريس في الجامعة في كليات كتير، واللي عايز يعمل تحريات عن هذا الامر هيلاقي وهيجد. تمام. ومش معنى ان اللي بيقول كده هينفذ، والقانون لا يعاقب حد على هذه المقولة على النية، وهي اذا اعتبرناها نية هي مش نية، هي تريقة يعني، ونوع من انواع الايه، عارف انت ناس بتطلع غيظها كده يعني ازاي يا جماعة انتوا عاملين فينا كده وبتعملوا في دول كده. طبعا احنا كان في عميدة سابقة الدكتورة ايناس اللي بنتمنى لها التوفيق طبعا في جامعة رشيد، كانت الدكتورة ايناس يعني عايزة تنفذ القانون، فطبعا ما ينفعش، واحنا عارفين ان العمداء في يد الدكتور الحالي رئيس الجامعة، لابد ان تكون أداة حتى ولو بمخالفة القانون. هو كده اللي اقول لك عليه تعمله. جبنا عميدة جديدة اتضح، ويمكن احنا كنا عارفين مسبقا يعني، ان هي صديقة للمدرستين، مكنتهم وزالت كل العوائق اللي كان ممكن انها تؤدي الى محاكمه هؤلاء. وطبعا هي لم تزيل، يعني هي زالتها، او هكذا يبدو يعني ان هي عملت كده. لا، الموضوع لم ولن يتوقف عند هذا الحد. والموضوع ده بالذات احنا، على فكره يا جماعه انا عايز اقول لكم على معلومه مهمه جدا جدا جدا. احنا الى الان من يوم ما اشتغلنا في جامعه دمنهور بنشتغل داخل اسوار الجامعه. حتى الفقرة دي ما بنذاعهاش على الهوا زي باقي البرنامج. احنا الفقرة دي الوحيدة اللي بتبقى مسجلة، دي كده اسمها يعني الفئة المستهدفة منها فئة أسوار جامعة دمنهور، واللي لهم علاقة بجامعة دمنهور سواء جهات يعني أو كده. تمام كده. احنا مش عايزين نطلع في البابليك ويبقى عندنا عموم المشاهدين يتفرجوا على الحاجة، لأن الكلام ده ممكن يثير الرأي العام. فلو انتوا اضطرتونا ان احنا نعمل كده هنعمل كده. طبعا بعض الفقرات المهمه وبعض الملفات المهمه احنا بنضطر نوديها للوزاره، للوزير، او لجهات رقابيه في القاهره، لان بيجي لي شكاوى وشكاوى كتير، واقول لهم طب ما تروحوا للجهات المعنيه. يقولوا لي رحنا للجهات المعنيه والجهات المعنيه ما عملتش حاجه. هنا عندي امرين: لا اعفي الجهات المعنيه طبعا من المسؤوليه، وايضا اقدر لها بعض الشيء. في مثل مصري بيقول لك اخذ الحق حرفه. ناس كتير ممكن يكونوا اصحاب حق، واصحاب حق قوي وحق مطلق، ولكن لا يجيدوا التعبير عن حقهم. في الشكاوى يا جماعه ارجوكم خليكم مختصرين للجهات الرقابيه وللجهات المعنيه. اكتب المخالفه، ما تكتبش بقى شالوني وانا عايز ارجع مكاني، وانا لا قول شالوني عشان كذا، رفضت ان انا اعمل كذا عاقبوني بكذا. اللي هو اذكر المخالفه القانونيه. الرغي الكتير بقى اللي انت عايز ترغيه ده لما يتم استدعائك ويطلب منك ان انت ترغي وان انت تحكي القصه، احكي، ومع ذلك برضو ما تحاولش ان انت تشعب نفسك كتير، خليك محدد، خليك مركز. دي نصيحتي. تمام. للاسف في ملفات كتير على مكاتب جهات رقابيه مختصه بهذه الجامعه، ولكن مجمده ليه الله اعلم. قد يكون نوع من انواع يعني استكمال ملف، استكمال تحريات، استكمال شيء وارد، ولكن ما اعيب عليه بقى وما اخده على بعض الناس ان ملف زي ملف عواطف وبنت عواطف محبه اللي ناقشت الدكتوراه، بعد ما احنا عارفين وثبت يقينا لاحدى الجهات، وانا قادر على اثبات الكلام ده، ان في ناس كتبت رساله الماجستير لمحبه بنت عواطف والسماح زوجة الدكتور عبيد. تمام. ازاي تاخد الدكتوراه؟ نروح لملف العماده بقى. قبل بس نروح لملف العماده ونروح لتجاره، وما ادراك ما تجاره، والنهارده الحلقه دي بلس 18 يعني فوق 18. ادي ملف ماجد سقط في هذه الجزئيه، واحنا مضطرين طبعا ان احنا نصعد هذا الامر بتاع تمريض للنائب العام ولهيئه الرقابه الاداريه في القاهره، واكرر يعني. الحاجه الثانيه بقى النائب بتاعه خدمه البيئه. يا ترى حد حاسس بحاجه؟ هي نفسها فاهمه يعني ايه خدمه مجتمع وبيئه؟ الاجابه لا. وعلى فكره في جلسات كتير لناس كتير بتقول لهم انا مش فاهمه حاجه، انا عايز افهم يعني ايه الوظيفه بتاعتك. تخيل كده انت جايب حد هي مش فاهمه
الجوب سكريبشن بتاعتها او يعني المسمى الوظيفي والمهام الوظيفيه هي مش عارفاها. فده اختيار احد اختياراته. الاختيار الثالث الدراسات العليا، وزي ما انتم شايفين تضارب القرارات، قرارات تروح قرارات تيجي في النهايه، وقرارات ما تعرفش منين يودي لفين، وفي النهايه القرار كل كليه تعمل لائحتها الداخليه. طب كلمنا الاول اللخبطه وكلمنا الاول الكلام ده، يعني هو كده بس عشان نقول ان احنا عندنا نائب رئيس دراسات عليا. وعلى فكره والسبب فيها اكتر هو رئيس الجامعه، لان رئيس الجامعه كان عايز يمرر بمخالفه للقانون ملف الطالبه اللي هي المناخلي. ليه الاصرار على موضوع المناخلي؟ ده علامه استفهام. الجهات الرقابيه تقول لنا الكلام ده. ليه رئيس جامعه مصر يخالف القانون في مناقشه رساله الباحثه سقطت هذه المقررات ولا بد من اعاده المقررات؟ ليه؟ كذلك ملف الدكتور حاتم صلاح الدين طبعا. اعتقد يعني احنا اول ناس قلنا ان لا يصلح انتداب جزئي ولا يصلح مع المشروع، والمساله مساله قانونيه بحته. اتفضل حضرتك شوف ادي المشروع اللي بيقولوا عليه مستمر وبيعمل انجاز 100%. ادي الاجهزه لسه في الكراتين بتاعتها ما اتفتحتش، مقر المشروع اساسا ما بيتفتحش. طب الابحاث دي بتتعمل فين؟ التقارير دي بتتعمل فين؟ مفيش. الجهه الرقابيه اللي بتراقب على هذا المشروع فين؟ نايمين في الايه في مش محدش حاسس بحاجه خالص. طب يا جماعه دي اموال عامه ودي فلوس بتنفق، والجهه المانحه دي جهه يعني من الجهات التي تراقب من الدوله لان دي اموال عامه. طب يا جماعه شوفوا المشروع ده فين؟ في النهايه الدكتور حاتم هيسيب المشروع والدكتور حاتم هيقدم على انتداب كلي. بالعكس هو قدم بالفعل على انتداب كلي. تمام كده. الفكره بقى وجود الدكتور حاتم، واثبتنا ده يقينا انه بيدير جامعه رشيد من حوالي سنه، قرابه السنه اهو. تمام كده. طيب هنا مش جمع بين وظيفتين ولسه لم يقرر او لم تقرر جامعه دمنهور يعني مصير الدكتور حاتم ووضعه القانوني ايه. هنا جمع بين وظيفتين دي مخالفه كبيره جدا جدا جدا. الاموال التي تحصل عليها الدكتور حاتم من خلال المشروع ومن خلال جامعه دمنهور لابد ان يتم ردها، زي عواطف ما ردت فلوس الحوالات، وجامعه دمنهور لم تعلن عن ذلك. ما تعلنوا يا جماعه وتقولوا ان اتردت فلوس حوالات، الحوالات البريديه اللي كانت واللي اتكلمنا عنها اللي كانت باب للفساد. تمام كده. واللي عايز يعرف من الجهات الرقابيه الحاليه ايه موضوع الحوالات يكلمني وانا اوضح له حاجات كتير جدا جدا جدا. ناقصكم حاجات كتير. الملف كله يا جماعه عندنا. وبالمناسبه كلامي للجهات الرقابيه، ما تصدقوش كلام الهامي عن اي حد بالذات علينا احنا، لانه قال نفس الكلام لعضو سابق في احدى الهيئات، وهذا العضو اكتشف زيف وكذب الهامي. هاني الدباني لا له مقارب شخصيه ولا عايز حاجه من هذه الجامعه ولا يطمح في حاجه في هذه الجامعه للمره المليون. هاني الدباني بيتكلم في فساد في مستندات، ردوا على المستندات، ردوا على الفساد، ردوا على اللي احنا بنقوله، مش اكتر ولا اقل. وده وظيفتكم وده اللي منوطين انتوا بيه. هاني بقى حلو هاني وحش ده الهاني مش لحد تاني. تمام. الفيصل بيننا هي المستندات. على فكره عبيد قال نفس الكلام وعبيد دلوقتي في السجن. تمام. طيب يبقى كده ادي ملف الدكتور حاتم كان بيعاند فيه سقط فيه، ملف ايمان المناخلي كان بيعاند فيه سقط فيه، ملف النواب تصدى وتصدر وبرضه رصب فيه. نروح لملف العماده. ما هو عشان بنت محبه بنت عواطف كانت تناقش لازم اجيب عميد كليه اقول له اعمل يعمل، فكان الرهان على اشرف عبد الله. طيب هل الدكتور اشرف عبد الله يعني الرجل المناسب في المكان المناسب؟ ازاي يبقى الراجل المناسب في المكان المناسب وهو عنده مشاكل وشكاوى وتم وقفه عن العمل قبل كده في قضايا تحرش وقضايا ابتزاز جنسي وقضايا مطاردة فتيات؟ يا فندم اتفضل ادي شكاوى بعض الفتيات وادي شكاوى اعضاء هيئة التدريس. تمام. بيتكلموا عن الممارسات بتاعته مع الفتيات وشغل المراهقين كيف يؤتمن هذا كأستاذ جامعي على فتيات؟ طب يعني ادي الشكاوى. تمام. تعالى اسمعك بقى ما لا يدع مجال للشك. بعض علشان وقتنا بس كده هدي لك عينة من مكالماته مع بعض الفتيات وشوف ازاي بيفرض نفسه على الفتيات وعلى والدة الفتيات كمان. يعني تعالى اسمع. الو. الو. ايوه يا جيران. ايوه يا دكتور الحمد لله تمام. الحمد لله بخير انتي؟ الحمد لله بخير يا دكتور. الحمد لله بس قلت اطمئن عليكي بس. ايه؟ قلت اطمئن عليكي بس. ربنا يخليك يا دكتور. حضرتك عامل ايه؟ الحمد لله بخير.
الحمد لله. وحضرتك فين، في دمنهور ولا في القاهرة؟ لا انا في القاهرة والله. اه انت عامل ايه؟ تمام الحمد لله. متسألتيش عليا ولا مرة يعني؟ والله يا دكتور ظروف بس يعني. ولما كنت في الكلية ورنيت لي كنت واقفة مع ولدين في المدخل ولا ولد، ورحت قافلة موبايلك بعد كده ليه؟ امتى ده؟ يوم ما كنت في الكلية وانا ما قدرتش اتكلم معاكي. طب ما انا يومها ما قفلتش التليفون. لا هو اتقفل. انا رنيت لي كنت شفت انا وعليكم كنت السلام. قصادي واقفة مع ولد في مدخل الكلية من الباب التاني. ايوه يا دكتور، انا فاكره ان انا كنت واقفه مع ناس زمايلي في الكليه. ورحت رنين لك انا، راح بعد كده الموبايل اتقفل. طب مش يمكن الموبايل فصل شحن؟ انا ما اعرفش، هو اداني مغلق، ما اعرفش ايه السبب يعني. طيب هو في اسباب كتير يعني يا دكتور. اكيد يعني. ماشي. عموما انا قلت اسال عليكي برضه. متشكرة يا دكتور، ميرسي. ماشي. مش عايز اي حاجه؟ ميرسي يا دكتور، ربنا يخليك. ماشي. مع طب السلامة. اسالي عليا يعني. ان شاء الله يا دكتور. انا فاضل لي شويه صغيره كده واقطع التعامل معاكي. ايه؟ فاضل لي حاجه صغيره كده واقطع التعامل معاكي. ما ربنا ما يجيبش حاجة وحشة يا دكتور ان شاء الله. هو انت اشمعنى انا اللي بسال عليكي ما تساليش عليا يعني؟ يا دكتور معلش، حضرتك لازم تراعي ان انا عندي دراسة، عندي حاجات كتير قوي بسأل عليها كده يعني. ده في حد معاكي ولا لوحدك دلوقتي؟ لا انا لوحدي يا دكتور. ما قلتليش تعليق ماما بعد ما قابلتها يعني. طبعا حضرتك خدت بالك ان ماما شديدة يعني. وطبعا طبعا. وطبعا الفصل اللي حصل ده هي فهمته كويس جدا. بس يعني الحمد لله ان هي واثقة فيا انه خير يعني. فهي ما علقتش غير ان يعني هي حبت تعرفني بس ان هي فهمت، وان حضرتك يعني اللي جيت لنا في المكان اللي احنا موجودين فيه. بس حضرتك اصلك كنت مصمم لنا في المكان اللي احنا موجودين فيه. بس حضرتك اصلك كنت مصمم لنا في المكان اللي احنا موجودين فيه. ايوه. انت قفلت ليه؟ لا انا مش قفلت يا دكتور. عشان خط قطع. المهم تقولي ماما فهمت ان احنا اللي مرتبينه؟ لا هي حضرتك لما حضرتك جيت لنا في المكان اللي احنا موجودين فيه هي فهمت ان حضرتك يعني كنت متابعنا يعني. بس خير يعني الحمد لله. يعني ايه حضرتك الحقيقة كنت مصمم، وانا ما كنتش فاهمة تصميم حضرتك دوت. بس مفيش كنت مشكلة. اعترفت لها يعني؟ ايه؟ قلت لها ان انت كنت عارفه؟ طبعا يا دكتور. انا انت قلت لي ان هي هتبقى صدفه مش هتبقى ان انت عارفه. طبعا، بس انا ما بعرفش استمر في الكذب. لما اتزنقتي رحتي معترفه صح؟ ايه؟ لما اتزنقتي رحتي قايله لها يعني؟ مش اتزنقت ولا حاجة، انا الحمد لله ما بحطش نفسي في موقف ان اتزنق فيه. بس انا جيت معاها ستريت يعني. دي مامتي يعني. اكيد لو شايفه ان الموقف ده فيه حاجه غلط هتقولي. طب وانت لما قلت لها ان انت كنت عارفه وانا كنت جاي اسلم عليها ايه قالت ايه يعني؟ اتضايقت؟ ما قالتش حاجه يا دكتور. اصل ده مش موضع اهتمام. حضرتك في الاول وفي الاخر الدكتوري. صح. يعني المهم انا بس ما تكونش هي اتضايقت يعني. لا يا دكتور، ما تشغلش على حضرتك. انت قلت لها ان انا اللي كنت مصر ان انا اجي اسلم عليها يعني؟ قلت لها. مش انت مش يعني شايفتيني كمان انا القضيه جدع. معلش يا دكتور. ايه؟ احسن ما انا اللي اشيلها. قلت لي ايه؟ احسن ما انا اللي اشيلها. طب المهم هي ما اتضايقتش منك، مش مهم انا زي ما انت قلت انا مش موضع اهتمام يعني، انما هي ما اتضايقتش منك انت؟ لا يا دكتور الحمد لله يعني. طب الحمد لله. ماشي يا دكتور. انا اسف ازعاجك. لا يا دكتور مفيش ازعاج ولا حاجه. ربنا يخليك. وبعد كده يعني بعد اليوم ده ما لقيتش معاكي على حاجه يعني خلاص؟ لا. هو الموقف وعدى يعني. ماشي يعني. ان شاء الله خير. يا ريت يا دكتور بعد اذنك يعني ما تاخدش مني موقف او تزعل مني لو انا مش بتصل او مش بسأل. لا. بجد يعني انا ببقى
يعني بخاف من حضرتك لما بتاخد مني كده موقف، ببقى لا ما فيش أي موقف خالص، يعني أنا ممكن أزعل منك عشان تسأليش عليا، ده مسألة إنسانية، إنما على مستوى العمل احنا زي ما انت قلتي العلاقة مش موضوع اهتمام من أي حد حتى. صح؟ صح يا دكتور. ماشي يا دكتور، مش هزعل منك تاني وعدك. ماشي يا دكتور، متشكرة. ماشي يا دكتور، مش عايزة أي حاجة انتي؟ متشكرة يا دكتور. شفت حضرتك ده كده يعني عميد كليه حالي، بالاضافه بقى ان هو جاي من معاهد الكينج، وما ادراك طبعا ما الكينج واللي بيجي منها يعني معروف طبعا، يعني الاخت حنان والاخت سماح. بجد المنظومه دي عايزه تتراجع يا جماعه. يا ترى كان عندك مشاكل ايه يا دكتور اشرف؟ يا جامعه دمنهور انت عارفه المشاكل اللي جاي بيها من الكينج؟ طب لو انتم مش عارفين او لو مش عندكم كلمونا واحنا نبعت لكم. ده يا جماعه الوقف بتاع الدكتور اشرف عبد الله، وطبعا الوقف اكيد عن العمل كان لحيثيات قويه جدا ولخطوره هذه الممارسات اللي ذكرناها. هل يا جماعه ده ينفع يبقى عميد لكليه؟ ما انا لازم اجيب ده ليه؟ طب ما في اساتذه تانية. لا، الاساتذه التانية دول تجرأوا وترشحوا امام الهامي، فلازم يذوقوا صنوف العذاب. تمام؟ برغم ان من هم اقدر من الهامي، مش لعماده كليه التجاره بل لرئاسه الجامعه بالمناسبه يعني، وبشهاده الكل يعني. نروح لملأ دي كده ملف كليه التجاره. هل هذا اختيار يصلح؟ ده كده بقى. خلينا في تجاره. لسه الدكتور فتوح اللي هو ربيع فتوح الوكيل، يا دكتور اخبار القضيه 10472 ايه لسنه 2018؟ يا ترى هي كانت اموال عامه ولا كانت ايه؟ ويا ترى حضرتك اختفيت وسافرت بره مصر عده سنوات ليه بعد القضيه دي؟ عموما 600,000 مبروك الوكاله لحضرتك. ده في يناير دكتور إلهامي صدر القرار. ادي اختيارات دكتور إلهامي. هل يتوقف الامر عند كده بس؟ لا، تعال نروح لكليه الاداب وملف عماده كليه الاداب. اولا تجاوز القانون باقدم الوكلاء، وده متجاوزه على فكره في اغلب الكليات طبعا، عادي جدا احنا ندوس على القانون يعني مفيش مشكله خالص. هو السمه الغالبه في هذه الجامعه منذ ان تولى هذا الرجل هو انا القانون وانا الدوله. مش عارف حد محسسنا كده ان لما حد بيطلع له قرار انه عميد ولا رئيس جامعه انه خد الجامعه دي ورث، كانه ورث مثلا ال10 فدادين الجداد. الف مبروك طبعا على الفدادين الجديده طبعا، يعني مبروك طبعا، يعني احنا بنتكلم في ملايين دلوقتي وبنشتري فدادين كبيره طبعا، الف مبروك يعني. طيب لا، الجامعه مش ورثه لحد. حضرتك بتيجي رئيس جامعه وفق قانون لتطبيق القانون ولضمان تطبيق القانون، تمام كده؟ فحضرتك مش لوحدك، وفي جهات ايضا بتراقب اداء حضرتك وادائك القانوني، وعندك مستشار قانوني بيحميك من الوقوع في الخطا القانوني. المستشار القانوني للمره المليون بتاع حضرتك هو مش المحامي بتاعك. يا سياده المستشار ارجوك، حضرتك يعني رجل من رجال مجلس الدوله، ونحن نقدر مجلس الدوله جدا، مجلس الحريات، هذا المجلس الذي له باع وله تاريخ من النضال القضائي. ارجو من حضرتك توضح لرئيس الجامعه ان حضرتك مش المحامي بتاعه، حضرتك مش الترزي اللي بتفصل له قوانين، حضرتك بتحميه من الوقوع في القانون. تمام؟ بس كده. بس ايه رايك فينا يا سياده المستشار؟ اظن موضوع حاتم يعني جال حضرتك مستوفي تمام، صح كده؟ لو احنا ما كناش في المشهد مش كان موضوع حاتم هيمشي انتداب جزئي ومشروع؟ باعتبار ان المشروع ده امن قومي. ما هو كلمه الامن القومي دلوقتي اي حد ممكن يستخدمها، تمام كده؟ تمام؟ امن قومي باماره الاجهزه اللي لسه في الكراتين بتاعتها والمعامل المقفوله ومفيش اي ابحاث بتتم. امن قومي، سلمي على الامن القومي. تمام؟ طيب نروح لملف كليه الاداب. طبعا احنا عارفين ان عبيد كان له شله وكان له ناس، وطبعا معروف ان عبيد دلوقتي مسجون في قضايا فساد وافساد. بالمناسبه لما الدكتوره سماح الصاوي تفضل في المشهد اعرف ان لسه في حاجه غلط. قول لي ليه؟ اقول لك ليه. اولا تجاوز اقدم الوكلاء، وطبعا ده في كل الكليات زي ما اتكلمنا مع حضرتك. تعالى كده، هي الدكتوره سماح يعني اختيار جيد. هو انتوا مش فاكرين مشكله الدكتوره او مشاكل الدكتوره سماح الصاوي والدكتوره حنان الشافعي؟ ان كنتوا نسيتوا اللي جرى هاتوا الدفاتر تنقرا يا جماعه. احنا لدينا مستندات على كليه الاداب في عهد الدكتوره حنان وفي عهد الدكتوره سماح ينأى منها الجبال.
ومع ذلك لا زال هناك اصرار على الدكتوره سماح والدكتوره حنان. ليه؟ لانه لا زلنا في نهج عبيد وعواطف. ما هو البعض سماه صبي عواطف، وانا اسف ان انا بقول الكلام ده والله يا دكتور، بس حضرتك اللي اضطرتنا لكده لادائك الباهت، تمام كده، ولادائك المثير للجدل ان انت عايز تخالف القانون. خالفوا القانون، اعملوا كذا. يا فندم مش انت القانون، والله في قانون بيحكمك قبل ما يحكم اي حد. طيب تخيل كده حضرتك ان عندنا كليه الاداب فيها اقسام معروفه وما فيهاش حاجه اسمها قسم اعلام. هل يجوز يا دكتوره سماح ان احنا نقبل باحث كويتي اسمه علي حربي في قسم الاعلام ونسجل له رساله ماجستير وانا اصلا ما عنديش قسم اعلام؟ لا، حصل منك يا دكتوره سماح، وادي استماره التحويل او ايصال التحويل للراجل حوله بالدولار وتم تسجيل رساله الماجستير. ولما الموضوع اتفضح المستشار القانوني قال لك ان علي الحربي ملوش ذنب لانه اخذ صفه قانونيه بقى له وضع قانوني. طب علي الحربي ماشي ملوش ذنب وخد وضع قانوني، طب اللي عمل هذه المهزله هل الدكتوره سماح كانت تجهل ان مفيش قسم اعلام؟ ايه معلش يعني سؤال، كانت تجهل ان مفيش قسم اعلام لما عملت كده؟ لا، هي عملت كده وهي عارفه ان مفيش قسم اعلام، وهي عارفه ان هي لن تجازى ولن تحاسب، لان البلد بلدنا والورق ورقنا والجامعه جامعتنا وعبيد بتاعنا. وكان عبيد بيأتمر بحد طبعا انتوا عارفينه لابس البيجامه دلوقتي، تمام، كان عضو في مجلس هذه الجامعه ايضا، وكان في يعني كان في منصب وزاري، تمام، وكان هو اللي بيدلع الناس، تمام. ما احنا كنا بنتكلم في عزبه ولا زلنا في نهج العزبه. طيب يبقى ادي موضوع الطالب الكويتي. نقوم نعمل للدكتوره سماح تفويض في اختيار عضو اللي هيختار عميد الكليه اللي هي مرشحه فيه. تخيل كده انا مرشح هختار العضو اللي يختارني. انت شفتوا كارثه اكبر من كده؟ انت شفتوا فساد اكتر من كده؟ انا بفوضك اهو، اعملي اللي انت عايزاه. هو بالمناسبه هو التفويض ده كاشف وليس منشئ. بمعنى ايه؟ بمعنى ان هو حتى لو حضر او بعت احد النواب هيهمسوا كده في ودنها عايزه مين في اللجنه، هتشاور لهم على فلان، هيتحط فلان. احنا في عزبه مش في جامعه، مفيش معايير مفيش اي شيء. ده واحد. اتنين، فاكرين حضراتكم القضايا الشهيره بتاعت مديره مكتب حنان الشافعي السيده ميرفت اللي عينت 3 من بناتها معيدات داخل الكليه، اميره والاء وايه اخيرا يعني. خلينا في ايه، نبدا بايه اللي هي خريجه قسم فلسفه، شعبه فلسفه سياسه، معرفش ايه الشعبه دي وجايه منين، بس ما علينا يعني، هي مكتوبه لها كده. طيب كانت دايما هي بتطلع على الخطط وعارفه ايه الاقسام اللي عايزه معيدين، وولادها يدخلوا الاقسام اللي ايه وفق الخطه اللي هي بعد ما يدخلوا ويتخرجوا يبقى معروف ان ايه المكان ده محجوز لاولاد ميرفت. بوضوح. ففي فتره من الفترات الخطط اتغيرت وفلسفه ما كانتش عايزه معيدات ولا معيدين. نعمل ايه؟ لا احنا لازم نعين بنت ميرفت يا جماعه، ده كلام. تخيل حضرتك ان قسم الفلسفه يجتمع ويطلب بتعيين آية معيدة في قسم فلسفة؟ أبدا. يقول لك نظرا لعدم وجود القسم أو الاحتياج أو كذا، احنا نرى تسكينها في قسم السياسة. انت متخيل ان قسم الفلسفة بيعين في قسم السياسة؟ والله مش كلام، اتفضل حضرتك اقرا. عبيد نفسه عمل لهم علامة استفهام. ايه يا جماعة العك اللي انتوا بتعكوه ده؟ ده عبيد اللي مسجون دلوقتي في قضايا فساد، قال لهم ايه العك اللي انتوا بتعكوه ده وعمل لهم علامات استفهام زي ما انت شايف كده. ولا زي ما بقول لك كده، تخيل كده حضرتك انت ممكن تبقى مثلا عميد كليه الحقوق اجتمع بمجلس كليه الحقوق مثلا يعني وقرر تعيين فلان الفلاني في قسم عماره بكليه الهندسه. ما هو قسم فلسفه بيعين في قسم السياسه. انت متخيل؟ شفت المهازل اللي وصلت بينا لفين؟ اللي هو دي هتتعين، يعني هتتعين دي بنت ميرفت، ما ينفعش ما تتعينش. تمام؟ طبعا الموضوع اتفضح طبعا وكان فضيحه كبيره جدا، وبدات الناس تشتكي وبدا الموضوع يعني يقف شويه، ووقف بسبب وقف قسم السياسه ذاته. يعني قسم السياسه ده من ايام ماجد شرف 2015
لما تم انشاؤه بعد كده تم التراجع عنه لانه القسم يعني غير متوافق مع الكليه وحاجات كتير، ولا ينتمي الى شعبه السياسه او اقسام السياسه المتعارف عليها في المجلس الاعلى للجامعات. فكان هناك توصيه باغلاق القسم، وبالفعل القسم اتقفل، وادي التوصيه بتاعت مجلس الكليه باغلاق مجلس الجامعه باغلاق القسم او مجلس الكليه. وخلاص هو فاضل له دفعتين السنه دي، ثالثه ورابعه، يخلص وانتهى القسم كأن لم يكن. طب انتوا عينتوها الشهر اللي فات ليه؟ وفي قسم سياسه اللي هو المفروض مقفول. ما هو احنا بقينا في وضع حرج، السياسه اتقفل. طب اقول لك احنا نرجعها تاني لقسم فلسفه، وبالفعل بعد ما كانت هتتعين في قسم السياسه احنا رجعناها تاني لقسم فلسفه وعيناها في قسم الفلسفه. شفتوا مهازل اكتر من كده؟ انت مركز ليه مع جامعه دمنهور؟ انت شفت اللي بيحصل ده في جامعه تانيه؟ لو حضرتك شفت ده في جامعه تانيه بلغني وانا هطلع اتكلم. انا ما عنديش موقف مع جامعه دمنهور ولا الناس اللي في جامعه دمنهور، انا عندي موقف مع فجاجه الفساد اللي بيحصل. يا جماعه في فجاجه. طبعا الجامعات التانيه فيها فساد، والجامعات التانيه فيها مخالفات، بس مش بالفجاجه دي، مش بالفجاجه دي. ايضا اختها الاء اللي كانت يعني بتتنافس مع تغريده الطحان، وتغريده الطحان اللي قدمت لك طلب يا دكتوره حنان ان هي عايزه تعيد تصحيح الورقه بتاعتها زي اي حد في الدنيا شك في الدرجات بتاعته. تمام كده؟ خاصه ان الاء بنت ميرفت موجوده في المنافسه. تمام كده؟ طيب ورق البنت راح فين؟ اختفى. تخيل كده اوراق اجابه موجوده في كليه، ودي تعتبر عهده يعني خطيره جدا، وحاجه يعني ما ينفعش انها تتعتع كده او كده. اختفى ورق تغريد، مما يدلل على ان تغريد كان لها حق في درجات زياده، وان هي المتفوقه على الدفعه بتاعتها. عندك حل تاني؟ السؤال بقى، تغريد لو رفعت قضيه، انا بقول لك لو انا القاضي طبعا، ما هو طالما غابت الورقه، وغابت الورقه اللي هي الفيصل بقى ورقه الاجابه، اذا الطالبه عندها حق. وردود على البنت مايعه، وردود لا مش لاقيين الورق، لا مالكيش حق في الورق، لا مالكيش مش عارف ايه، لحد ما المستشار القانوني طلع لها وقال لها لا لها حق. طب ندور على الورق، مش لاقيين الورق. تخيل ورقه الاجابه مش موجوده. طب يا دكتوره حنان، يا ترى مين اللي تم يعني ضبطه وهو حاطط هاند فري وفي تواصل مع حد، وحد يعني بيتكلم معاه او مشغل حاجه في لجنه الامتحان، وحضرتك قلتي ما تعملوش محضر لفلانه؟ ما هي بنت الغاليه بقى. ينفع يا جماعه بشكل عام بقى حد كان بيغش في الامتحان يتعين معيد ويبقى كادر جامعي؟ ينفع؟ في جامعه دمنهور ينفع عادي جدا، ما عندناش اي مشكله. احنا كده واللي عنده حاجه يعملها. ليه بقى؟ لان كان ايام عبيد لما حد يروح يشتكي في الجهات وهو نازل من على السلالم بتاعت الجهات دي، كانت الشكوى بتروح لعبيد، والعواطف يدخل الراجل من دول ولا الست من دول الجامعه، عواطف تستقبله بقى، تعالى انت رايح تشتكينا في الحته الفلانيه، وانت رايح تشتكينا في الجهه الفلانيه، طب خلي الجهه الفلانيه تنفعك. طبعا ما هي كانت مظبطه الدنيا، تماما. ومن الواضح يعني ان احنا يعني هنعيد امجادنا تاني من جديد يعني، ولكن يعني كل لبيب بالاشاره يفهمه. خلاص، وكل واحد يخلي باله من نفسه، واسالوا اللي قبلكم احنا عملنا فيهم ايه. وخلي بالك برضه هو كان اغداهم العز قوي والغرور قوي، محدش يقدر يعمل لنا حاجه، ماشي مفيش مشكله خالص. عبيد نفسه كان واثق من نفسه جدا على فكره. عبيد لحد دلوقتي متخيل ان هو في لحظه كده هيفتحوا له زنزانه ويقولوا له اخرج يا عبيد انت تمام التمام، احنا كنا بنهزر معاك، دي كانت الكاميرا الخفيه لحد دلوقتي بالمناسبه يعني. طيب، وكتير قلنا ان الزنزانه اللي جنب عبيد فاضيه، بس محدش بيصدق. طب يا جماعه، ينفع دي تبقى عميد كليه؟ مع الدكتور الهامي تنفع طبعا، دي الحبيبه المقربه الغاليه، هي دي، وهي دي اللي لحد دلوقتي الرهان عليها، وان هي جايه ويتعمل الفيلم ده كله علشان هي اللي تيجي، والناس تقدم كومبارسات جنبها، هي نفسها بتاخد ناس، عفوا وانا اسف، وعاملاهم كومبارس. انا اسف يعني للاساتذه الاجلاء، هي عاملاهم كومبارس. تعالوا يا جماعه بس كده ايه، نكمل المسرحيه الهزليه، عشان انا كده كده جايه عميده، بس يبقى انتوا اتقدمتوا. انت متخيل يا جماعه كم المهازل اللي موجوده؟ وانا بقول لك اهو من دلوقتي لحد اللحظه اللي بكلمك فيها، اللي جايه للعماده وفق اللي في دماغه هي سماح. وعلى فكره
هو بيحب يعاند، واحنا بنحب العناد، واحنا شغلنا مبني على العناد. احنا شغلنا يعني احنا ما بنعرفش نشتغل الا بالعناد. تمام. واديك شايف مثلا اللي حصل في موضوع المناخلي واللي حصل في موضوع الدكتور حاتم، وده مش جهدنا لوحدنا، ده جهد ايضا هيئه محترمه مقدره لدينا، هي هيئه الرقابه الاداريه اللي لها مننا كل الاحترام والتقدير. تمام كده؟ فيعني جهاتنا الجهات المحترمه، جهات الدوله، رجال الدوله اللي بيحافظوا على الدوله وهيبه الدوله وقرارات الدوله وقانون الدوله واموال الدوله. فتحيه ليكم. ولكن ننتظر المزيد، يعني ننتظر المزيد في ملف العماده كده وشوف. في ملف بقى الدكتور حاتم والكلام ده، ما هو لو كان عندي عميد بيسمع الكلام وبيأتمر ما كانش ده حصل، فانا لازم اغير العميد. هجيب مين بقى؟ هجيب الناس اللي كانت بتتظاهر مع حاتم برضو، اللي هم رجاله حاتم دول، يبقى حد منهم عميد. هقول لك ايه فكره التظاهر وصور المظاهرات دي. الناس اللي في الصوره دول مرشحين للعماده لكليه الطب البيطري. الناس دي كانت كليه الطب البيطري وكليه الزراعه في البستان. تمام كده؟ البستان دي اللي هي فيها المزرعه بتاعت كليه الطب البيطري ومزارع ايضا وبساتين كليه الزراعه. يعني طبيعي ان الكليات دي كليات عمليه على ارض الواقع، بنعلم الطلبه التعامل على ارض الواقع. ولكن في حد ما كان له اراضي، اشترى اراضي من حد، والحد ده طالع غير ذي صفه، فالناس خدوا الاراضي بتاعتهم، فزعلنا واتقمصنا وقلنا والله ما احنا عاملين اي مشروعات هنا، وهنرجع كليه الطب البيطري والزراعه لدمنهور. السؤال: ما هي حيثيات نقل كليه الطب البيطري وكليه الزراعه من البستان الى دمنهور؟ حد يعرف لحد النهارده؟ انا جبت لك الايه الليله فين. ان في حد كده كان رئيس جامعه قمص، ان اتسحبت منه الاراضي في الحته دي، فقال لك والله لعاقب اهالي الاقليم كله واودي كليات الزراعه وكليه الطب البيطري دمنهور. فالناس دي كانت واقفه في المظاهرات، والناس دي دلوقتي مرشحين للعماده، وهنجيبهم للعماده علشان دول يسمعوا كلام يمين يمين شمال شمال، خالف القانون نخالف القانون. وهم نفس الناس ايضا في اجتماعاتهم اللي كانوا عايزين يوافقوا على الانتداب الجزئي. عادي جدا، نوافق، ما نوافقش ليه؟ ده مخالف للقانون. عادي. المشكله مع الدكتور حاتم مش هتقدر تغمض عينيك، مع جامعه دمنهور مش هتقدر تغمض عينيك، لا عادي جدا. ودول المرشحين دلوقتي للعماده. فاحنا لازم نعاقب اي عميد يقول نعم للقانون. اي حد يقول للقانون نعم والهامي لا، لا الهامي يعلو على القانون. ازاي تقول لا؟ محدش يقول لا. اي عميد كليه ما ينفعش يقول لا. يا جماعه ده اللي بيحصل. لو بيحصل غير كده حد يقول لنا لا ما بيحصلش كده. يا جماعه قولوا لنا. ما ننساش قبل ما نسيب كليه الاداب الدكتوره اسماء ادريس اللي كان لها ابنه خال ودرس لها في اولى وثانيه وثالثه، ولما انكشف الموضوع الدكتور العميد الكليه رفع مذكره للكحول، الكحول ركنها على الرف. طب دلوقتي المذكره دي اخبارها ايه؟ دي مدرس لها بنت خالتها او بنت خالها درس لها في اولى وثانيه وثالثه وتعينت معيده. السؤال: متى ابلغت اسماء ادريس ان لها بنت خال وما بتشرفش عليها لا في التدريس ولا في الكنترول بتاعها؟ ده السؤال. اسالوا حنان الشافعي هتجاوبكم، اسالوا سماح الصاوي هتجاوبكم. يا جماعه احنا في اداب عندنا مهازل بمعنى كلمه مهازل. على فكره الطالب الكويتي دلوقتي بيسجل دكتوراه في قسم غير موجود في الاعلام، في قسم غير موجود. مين السبب في المهازل دي؟ هي دكتوره سماح الصاوي. حد حاسبها؟ لا، ده احنا كرمناها وخليناها عميد الكليه وعايزين نجيب لها تاني في العماده. بالمناسبه يا جماعه عشان نقفل ملف العماده، كم القضايا اللي هيتم رفعها في المرحله القادمه بعد اختيار العمداء وتجاوز القانون في الموضوع ده هيكون اكبر كم قضايا هيترفع على رئيس جامعه في تاريخ الجامعات المصريه. اللي بقوله ده معلومه. كم القضايا اللي هيترفع غير عادي. تمام كده؟ بس خليكم فاكرين، وانا عمري ما قلت لكم على حاجه وما حصلتش. نروح لتربيه طفوله بقى، وده بلس مش 18، ده بلس 28. ناس صايمين في رمضان تلاقي واحد بيكلمها ويقول لها عندي احتقان في اقرا بنفسك. وبص الصور، لا الصور ما اقدرش اعرضها. وابعتي لي كذا واعملي لي كذا وسوي لي كذا، وتقول له هو لسه كده عشان انا من بعد ما كنت معاك الصبح، يعني كنتوا الصبح بتعملوا ايه لا مؤاخذه في المكتب؟ معلش ايه اللي بيحصل؟ وكيل. ادي الوكلاء، ادي العملاء اللي الراجل اختارهم
وادي. تعال نروح بقى لملف الموظفين. الموظف اللي ما ينفذش قرار لميري هان، حلو كده، ميري هان، او للاخت الثانيه، لا ده يمشي فورا. طب جوز فلانه عايزين نضم له خدمه، ضمنا الخدمه دي يا جماعه، ده غير قانوني، امشي وهنجيب القانون اللي يجيب. ملف الشؤون القانونيه، كل الشؤون القانونيه اللي عندك بما فيهم ناس حاصلين على ماجستير ودكتوراه وناس لهم اقدميه وناس قدام في الشؤون القانونيه، كل دول ما ينفعش حد فيهم يبقى مدير للشؤون القانونيه. احنا نجيب عباس من عند اخويا حبيبي اللي في البريد عشان نوسع السكه لاخويا. تمام كده، احنا بنتكلم في عزبه برغم ان ده اهدار مال عام. تمام كده. المستشار المالي، انا المفروض عندي كليه تجاره وفيها اقسام محاسبه وفيها قسم محاسبه وغيره، اجيب مستشار مالي منها، وكان منها مستشار مالي اللي غادر البلاد وسافر، وقبلها برضه مستشار مالي ايام الدكتور حاتم والدكتور سعيد. لا 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 لا، انا هجيب من بره. هشام عماره قال له تعالى هجيب لك فلان من كليه تجاره جامعه اسكندريه. اللي هو ازمه ثقه، هناك ازمه ثقه بين رئيس الجامعه وبين كافه العاملين في الشؤون القانونيه، او اغلبهم، عشان ممكن حد يطلع مثلا يكون من كده يعني. ازمه ثقه ما بينه وما بين اساتذه كليه التجاره، بدليل انه جايب لهم عميد ووكيل بهذا الشكل، بدليل انه جايب مستشار مالي من خارج الجامعه. هناك ازمه ثقه. تمام كده، ازمه الثقه دي موجوده، ازمه ثقه مع الموظفين، هناك حاله من الاحتقان. وهذا الاحتقان لما اتعملت الاجتماعات بتاعه المفيش، اجتماعات المفيش، يجتمع بالموظفين عشان يقول لهم مفيش، اعمل ايه، انا نفسي اجيب لكم ونفسي اعمل لكم بس مفيش. المفيش ده بيطلع في حته تانية. المفيش ده بيطلع في عقود زي العقد اللي اتكلمنا عنه المره اللي فاتت بتاع المخابرات، ده ان كان بتاع المخابرات، وان كان بتاع المخابرات لنا عديد من الملاحظات عليه. ده ختم مخابرات، ده واحد. اتنين، هل عندنا حاجه اسمها رئيس المخابرات ونائب رئيس المخابرات؟ احنا اللقب عندنا وكيل جهاز المخابرات، واللقب مدير جهاز المخابرات. يعني عارف انت اللي هو متآمر وغبي، يعني واخد بالك انت. طيب انت جالك حد بالختم ده، مش انت عارف الجهه دي برضو اللي هي على طريق مصر اسكندريه الزراعي؟ ما تبعت لهم قول لهم يا جماعه الختم ده بتاعكم، الجواب والتفويض ده بتاعكم. طيب هتتعاقب بالامر المباشر، حتى لو بالامر المباشر مش فيه بت فني ومظروف فني يتم البت فيه. فين اللجنه؟ سهل جدا دلوقتي ممكن تعمل لجنه على الورق عادي مفيش مشكله، بس فين اللجنه؟ مفيش لجنه، حتى لو عملناها على الورق مفيش مشكله خالص. طب فين البت الفني؟ فين؟ وهل في ناس تانية كانت مقدمه؟ يعني قول لنا. طب قيمه التعاقد ده، انت كنت بتعاقد مع الشركه الثانيه اللي قبليها اللي هي برضو يعني ما فرقتش كتير عن الشركه دي ب 350,000 تقريبا بالمنظفات. تمام، انت دلوقتي بحوالي 2 مليون في الشهر من غير المنظفات، من غير ضريبه القيمه المضافه، ده من غير زيارات المتخصصين، ده من غير قطع الغيار، ده من غير. انت في ايه؟ انت هتحمل الجامعه حوالي 30 40 مليون جنيه في السنه علشان بتعمل حاجه شايف ان انت بتجامل بيها جهه. هل هي جهه؟ ولو العقد سليم انت ليه اخفيته؟ وليه سحبته وحطيته في خزنه وقفلت؟ ليه؟ لو هو سليم، مش انت سليم ومتعاقد؟ طب هل ابلغت البوابه الحكوميه عن طبيعه هذا التعاقد؟ طبعا، وتم صرف بقى المستحقات المتعلقه بهذا العقد. بس المفاجاه يا جماعه ان الصرف تم لشركه النيل. طب لما انت متعاقد مع المخابرات ليه ما بتوردش للمخابرات؟ ليه بتورد لشركه تانيه غير مذكوره في العقد؟ وما مدى قانونيه ذلك؟ وما علاقه شركه النيل بعقد مكتوب فيه المخابرات؟ واوعى تقول لي ان شركه النيل مخابرات، علشان يعني معلش الكلام ده غير مظبوط بالمره. تمام كده، اسئله كتير، وانا بس لضيق الوقت انا مش هتكلم في الموضوع ده دلوقتي وهاجله. اخر حاجه بختم بيها، التنظيم والاداره قالت له يلا اعلن عن الوظائف القياديه، وهو راكن الموضوع. طب ليه ما تعلنش عن امين الجامعه والمشتريات وكل الحاجات؟ والتنظيم والاداره سمح لك اهو، فتح لك الباب. خايف من ايه؟ لا انا عايز كله عندي عمده قائم بعمل، امين جامعه قائم بعمل، مساعد مش عارف مين قائم بعمل، مدير ايه قائم بعمل، كل حاجه انا اجيب واوظف واحط. طب انت عملت ده لمده سنه بشكل رسمي وسنتين بشكل غير رسمي، ما هو الانجاز الذي تحقق في هذه الجامعه؟ ايه الطوبه الزياده اللي اتبنت في كليه الطب او المستشفى الجامعي؟ بتاخدوا فلوس من الولاد بشكل مبالغ فيه. الكتاب الجامعي اللي على المنصه من 75 جنيه للماده ل 200 جنيه، والطلبه بتضج
والطلبة بتعترض والطلبة مش قادرة وعايز توزع ال5% بالتوزيع التالي، هل يجوز توزيع أو توجيه مصروف معين نتيجة لإيراد معين؟ هل ينفع؟ أساتذة المحاسبة يجاوبونا حتى يعني ولكن لضيق الوقت يمكن أن يكون لهذا الجزء جزء تاني اللي هو كشف حساب لرئيس هذه الجامعة. هل تحقق إنجاز؟ هل لا زالت أجهزة الدولة تثق في أن هذا الرجل هو الرجل المناسب في المكان المناسب؟ أترك الأمر لمن يهم الأمر.